والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب أولى ثانوي. النهاردة هنكمل الجزء الثاني في الدرس الأول بعنوان الحضارة والتاريخ. معاكم مستر نصر حمدي مدرس مادة التاريخ، ويلا بينا. والنهاردة إن شاء الله هنشرح بقية الجزء الثاني من الدرس الأول بعنوان الحضارة والتاريخ، ويلا بينا واحدة واحدة كده نعرفه بعد كده يعني إيه تاريخ. يعني إيه تاريخ يا باشا؟ قال لك التاريخ هو علم يتناول النشاط الإنساني. يبقى التاريخ علم مرتبط بالإنسان، علم يتناول النشاط الإنساني في كافة الأزمنة المختلفة لمعرفة الماضي، فهم الحاضر، استشراف المستقبل. وقف يا مستر ويلا بينا مع بعضينا. يبقى التاريخ علم ولا مش علم؟ ها يا متعلمين يا بتوع المدارس، علم لكن بيختص بالإنسان ذات نفسه ومجهودات الإنسان وتأثيره في الحياة ذات نفسه. يبقى التاريخ بيختص بالإنسان، يعني علم إيه؟ علم اجتماعيات. علم فرع من فروع علم الاجتماعيات، بيختص بمين؟ بيختص بالإنسان. بيختص بالإنسان إمتى؟ في كافة الأزمنة المختلفة. كافة الأزمنة المختلفة يعني من بداية وجود الإنسان على وجه الأرض إلى وقتنا الحاضر. طيب احنا بنعرفه نشاط الإنسان ليه؟ لمعرفة الماضي. طب وانا هستفاد ايه لما اعرف الماضي؟ انا مالي، انا عايز يعني دلوقتي وانا اعرف بالماضي ليه؟ هقول لك بعد كده انت المفروض تعرف الماضي ليه. لمعرفة الماضي، فهم الحاضر، استشراف المستقبل. لو انت ما عرفتش تاريخ الشعوب اللي قبل كده هتبدأ تقع في نفس أخطائهم، ولكن لو عرفت تاريخ الشعوب وعرفت هم وقعوا في الأخطاء ليه فهتقدر تتجنب أخطائهم. صح يا باشا؟ صح. يبقى أنا بعرف الماضي وبفهم الحاضر. فهم الحاضر هو يعني تحليل الحاضر. هو أنا في الوقت دوت ماشي على نفس الخطى بتاعت الناس اللي وقعت في الأخطاء ولا لأ؟ لو لأ يبقى أنت ماشي سليم. يبقى أنت خدت العظة والعبرة من هنا وطبقتها في الحاضر، فهتقدر توصل للمستقبل بأمان. علشان كده في مقولة بتقول اعرف الماضي صح، حلل الحاضر صح، توصل للمستقبل بأمان. انت طالب اولى ثانوي، ان شاء الله اشوفكم كلكم دكاتره ومهندسين ومستشارين واللي في اقتصاد وعلوم سياسيه. يا رب يحقق كل امانيكم. تمام. خدت نموذج من النماذج الطالب اللي طلع الاول على الثانويه العامه. كنت بتعمل ايه؟ قال لك والله انا كنت بصلي وبقعد اذاكر 6 7 ساعات و8 ساعات، وبقرا بتركيز وبقرا بفهم وبحلل وبستنتج وبحل الاسئله وبحضر الدروس بتاعتي. ما قصرتش في حقي فوصلت. لو انت مشيت على نفس الخطة بتاع الطالب اولى ثانوي هتوصل للمستقبل بامان. تمام. طب انت دلوقتي خدت النموذج، انت دلوقتي بتعمل ايه؟ لا ده انا بذاكر وبحلل وبطلع نواتج التعلم وبحل اسئله وي وي وي. هتوصل للمستقبل بامان. النتيجه في الثانويه العامه هتبقى مشرفه ليك. تمام. طيب انا ادرس التاريخ ليه؟ ايه اهميته في حياتي؟ اهميته في حياتك في واحد اسمه ابو حنيفه النعمان.
قال لك من قرأ التاريخ زاد عقله. ايه هيبقى 2 كيلو؟ يعني هيزيد عقله كام؟ هيبقى 3 كيلو. طيب حد هيتوصى بيه هيبقى 4. يزيد عقله، يعني يزيد عقله حكمة، يزيد عقله خبرة، يزيد عقله موعظة، يزيد عقله فهم. يبقى قراءة التاريخ تزيد العقل حكمة، وعي. تمام. طب أهمية دراسة التاريخ في حياتنا، والسؤال ده كان بيقولوه طلبة أولى ثانوي على طول. احنا بندرس تاريخ ليه يا مستر؟ ايه تاريخ وفلسفة ومنطق والدنيا متكعبلة، ما تسهلوها لنا. طب أنا هقول لك دلوقتي وهتشوف بنفسك أهمية دراسة التاريخ مهمة ولا لا. استخلاص العبر من تاريخ الأمم السابقة. استخلص العبر، كلمة العبر يعني العظة، العبرة يعني العظة. استخلاص العبر من تاريخ الأمم السابقة. طب وأنا هجيب في سيرة الناس ليه يا مستر؟ ما الناس ماتوا خلاص الله يرحمهم. تاخد العبر يا حبيبي، يعني تاخد العظة، يعني تاخد الموعظة من تاريخهم وتحلل الحاضر بتاعك علشان توصل للمستقبل بأمان. انت دلوقتي واحد ماشي في ملكوت الله بقى ناجح ومشهور، تمام، كتب الكتاب بتاعه، فانت قريته ازاي الراجل ده بقى وصل بقى مشهور، فانت عرفت من كتابه ومن تاريخه ازاي وصل، فهتاخد العظة. ايوه، واحنا مأمورين في الدين الاسلامي بايه؟ باخذ العظة. ابراز القدوة الصالحة من الشخصيات التاريخية التي تركت بصمات واضحة على شعوبها ليقتدي بها الانسان. القدوة الصالحة من الشخصيات، يبقى احنا بندرسوا مين؟ اشخاص هنا، واشخاص غيرت مجرى التاريخ. في اشخاص غيرت مجرى التاريخ، نقلت التاريخ في حتة تانية، سواء بافعالهم او بمخططاتهم، تركت بصمات واضحة على شعوبها. طب احنا بندرسوا الشخصيات دي ليه؟ ما هو اللي مات الله يرحمه. الناس دي غيرت التاريخ كله، نقلت التاريخ من وإلى، علشان تقتدي بيها حضرتك، تاخدها نموذج زي ما قلنا طالب أولى ثانوي. يبقى أول حاجة في أهمية دراسة التاريخ عظة، دراسة شخصيات، تنمية الشعور بالمسؤولية في المحافظة على المكاسب التي حققها المجتمع، وباش بس كده، والمساهمة في حل المشكلات. ما انت لو بقيت خدت العظة وعرفت الشخصيات هينمي فيك شعور ايه؟ هينمي فيك شعور اللي انت عايز تبقى عضو فاعل في المجتمع، تبقى راجل ليك لازمة، او بنوتة ليكي مكانة، او راجل ليك مكانة في المجتمع. ولما هيكون ليك مكانة في المجتمع هيكون عندك شعور بالمسؤولية تجاه مجتمعك، ولما تشوف حاجة غلط تبدأ تحلها. نتيجة ايه؟ نتيجة اللي انت قريت التاريخ وخدت العظة وعرفت شخصيات. الابتعاد عن التعصب، لأنه يبين أن العالم لم يقم على حضارة واحدة أو عنصر واحد أو لغة واحدة، فلكل أمة فضلها على الإنسانية الذي لا يذكره التاريخ. الابتعاد عن التعصب طبعا، يعني انت ما تجيش لنفسك وتقول انا افضل من فلان وفلان افضل من فلان وفلان افضل من فلان. امال ايه؟ لا فضل عربي على اعجمي الا بالتقوى. تمام. كل امه ساهمت في قيام حضاره. الحضاره المصريه القديمه لها اسهاماتها على تاريخ البشريه. الحضاره الفينيقيه لها اسهاماتها على الحضاره المصريه، والحضاره المصريه لها اسهامات على الحضاره الفينيقيه.
يبقى كده انت ما تقولش النعرة الفرعونية ويكون عندك النعرة الفرعونية احنا اللي بنينا الاهرام، احنا اللي عندنا المعابد، احنا اللي عندنا التماثيل. لا، انت بنيت في الحياة وتبادلت مع الشعوب، خدت منهم حضارة، خدت منهم معلومات وعطولك معلومات. فانت ما تقولش الأنا، يبقى تبعد عن التعصب سواء في الدين أو اللغة أو الجنس. كل دي التاريخ بيعلمهولك اللي انت تبقى إنسان طبيعي بعيدا عن التعصب. نعيد تاني أهمية دراسة التاريخ. أول حاجة تنمية الشعور بالمسؤولية، إبراز القدوة الصالحة، استخلاص العبر، ابراز القدوه، ابتعاد عن التعصب. الابتعاد عن التعصب، كل امه لها فضلها على الانسانيه، فلا فضل لحضاره على اخرى. طيب هناخد شويه امثله. حرص الشعب المصري على التمسك بوحدته والتفافه حول جيشه في كل الازمات. يبقى هنا بنتكلموا على مين؟ بنتكلم على شعب، بنتكلم على تاريخ شعب، يعني بنتكلم على أمة. الأمة دي عملت إيه؟ كانت ملتفة حول جيشها في كافة الأزمات والحروب. يبقى إحنا بندرسه تاريخ يبقى قراءة جيدة لتاريخ الأمم السابقة. موقف الخليفة عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي، شخصيات القدوة الصالحة في التسامح مع أهل بيت المقدس، يبرز القدوة الصالحة عبر التاريخ. سيدنا محمد في فتح مكة، سيدنا محمد في فتح مكة لما فتح مكة وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، لما فتح مكة وقال لأهل مكة اللي أذوه طردوه ومشوه، وكان بيقول إنك لأحب بلاد الأرض إلي ولأن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. لما عاد منتصرا وفتح مكة جمع أهل مكة وقال لهم ما تظنوا أني فاعل بكم؟ تفتكروا كده هعمل فيكم إيه؟ قالوا له ما أنت محمد أخ كريم وابن أخ كريم، ده أنت حبيبنا وابن حبيبنا، يا نهار أبيض أنت. لا يا عم، ده أنت راجل يعني متسامح. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. لو واحد غيره كان قال لهم وقفهم طير رقابي، حجاج بن يوسف الثقفي طير رقابي. لكن ده بيدل على مدى تسامح الرسول صلى الله عليه وسلم. اهتمام المصريين بالآثار وتراث أجدادهم، تلاقي المصريين بيعملوا متاحف وبيحطوا فيها الآثار. الله، طب انتوا بتعملوا كده ليه يا مصريين؟ ده تراثنا، ده تاريخنا. يبقى المصريين عندهم مسؤولية في الحفاظ، وده بينمي المسؤولية والحرص على مكاسب المجتمع. سينا والمصريين، الجيش المصري اللي هيقرب جنب سينا هنموته. ليه؟ ده احنا علشان احنا دي ارضنا، واستشهد عليها الالاف من المصريين، وفي الاخر ندوها كده. يعني بيتك حد يقدر يجي ياخده منك؟ لا. ليه؟ عشان بيتك. ده شعور بالمسؤولية، ده شعور بالمسؤولية. انفتاح الحضارة الإسلامية على الحضارات الأخرى، سيدنا عمر بن الخطاب لما انفتح على حضارة إيران وأخذ منهم فكرة الدواوين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سليمان الفارسي أشار عليه بحفر الخندق فاستجاب، ده تواصل ولا لا؟ قال لا احنا العرب احنا لنا ذكائنا ولنا تخطيطنا في الحروب. لا، انفتاح الحضارة الإسلامية على الحضارات الأخرى، حضارة فارسية مع إنها ما كانتش على نفس الديانة الإسلامية ولا الهندية ولا اليونانية، ولكن ده بيعلمنا أهمية البعد عن التعصب، أهمية البعد عن التعصب. طب
العصور التاريخية، وده بننتقله لحتة تانية. العصور التاريخية يعني ايه يا مستر عصر تاريخي؟ العصور التاريخية بدأت منذ اكتشاف الإنسان الكتابة. يبقى العصور التاريخية بدأت إمتى؟ منذ اختراع الإنسان الكتابة. طب لما الإنسان اخترع الكتابة بدأ يدون الأحداث، بدأ يكتبها، استعملها في تدوين الأحداث ومظاهر الحياة المختلفة. طيب الإنسان من ساعة ما عاش لغاية دلوقتي والمؤرخين عمالين يكتبوا، لقوا ان تاريخ الانسان كبير قوي 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 قوي. هنشرحوه ازاي ده وهنفهموه ازاي ده؟ قال لك بص، احنا احسن حاجه جزأه، قطعه. هتقطعه على اساس ايه؟ على اساس الازمنه. يبقى عندنا عصور قديمه، عندنا عصور وسطى، عندنا عصور حديثه، عندنا عصور معاصره. طب العصور القديمه تبدأ امتى؟ قال لك العصور القديمة تبدأ من أواخر الألف الرابع قبل الميلاد. قبل الميلاد إلى عام 476 سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية. يبقى العصور القديمة بدأت قبل الميلاد. يبقى الإنسان اكتشف الكتابة إمتى؟ قبل الميلاد ولا بعد الميلاد؟ قبل الميلاد. كلمة قبل الميلاد معناها إن قبل ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تمام؟ يبقى العصور القديمة بتبدأ من أواخر الألف الرابع قبل الميلاد، تنتهي عام 476 منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية. الإمبراطورية مش احنا قلنا إن نهاية الحضارة في الشرق كانت عند روما؟ وروما أما ليه الغربية دي يا مستر؟ قال لك ما الإمبراطورية الرومانية انقسمت إلى قسمين، إمبراطورية رومانية غربية وإمبراطورية رومانية شرقية. يبقى بدأت العصور القديمة قبل الميلاد وانتهت بعد الميلاد. تمام؟ قبل الميلاد امتى؟ انتهت عند سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية. ايه اللي حصل في العصور القديمة؟ اللي بيميز العصور القديمة هنستفاد ايه لما ندرس العصور القديمة؟ هتعرف ان الانسان بدأ يبني المقابر والمعابد، يعني حضارة مادية. اكتشف الانسان الكتابة معنوية. اكتشف الانسان الزراعة التي ساعدته على الاستقرار. قامت حضارات كبرى في الشرق القديم وحوض البحر المتوسط، زي حضارة مصرية قديمة، حضارة بلاد الرافدين، حضارة بلاد فارس، يونان ورومان، حضارة فينيقيا. مش ملاحظين حاجة؟ إن معظم الحضارات قامت فين؟ قامت على ساحل البحر الأبيض المتوسط. صح الكلام؟ معظم الحضارة كانت في العصور القديمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. يبقى بنى الإنسان المقابر والمعابد، معرفة الكتابة، اكتشاف الزراعة اللي ساعدته على الاستقرار. في وجه ارتباط بين الزراعة وقلنا والاستقرار، ولكن دي مهنة الزراعة كانت تاني حرفة. أول حرفة كانت إيه؟ كانت الصيد. العصور الوسطى، العصور الوسطى الحضارة هنا كانت شرقية. تمام؟ العصور القديمة كانت في الشرق. في العصور الوسطى يعني من عام 1476 إلى عام 1453
يعني منذ سقوط الامبراطوريه سقوط الامبراطوريه الرومانيه الغربيه الى عام 1453، منذ فتح محمد الفاتح القسطنطينيه. سقوط الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه، يبقى في العصور القديمه نهايتها امبراطوريه غربيه، والعصور الوسطى نهايتها امبراطوريه شرقيه. يبقى العصور القديمه، نهايه العصور القديمه سقوط الامبراطوريه الرومانيه الغربيه، العصور الوسطى نهايتها سقوط الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه على يد الفتوحات الاسلاميه. على يد الفتوحات الاسلاميه ايه اللي حصل فيها؟ انتشار المسيحيه. ركز معايا في الحته دي. انتشار، هي انتشرت؟ قال لك انتشرت. امال ظهرت امتى؟ امال الديانه المسيحيه ظهرت امتى؟ في العصور القديمه ولا العصور الوسطى ولا العصور الحديثه؟ اذا كان هي انتشرت في العصور الايه؟ انتشرت في العصور الوسطى، يبقى كانت موجوده فين؟ في العصور القديمه. يبقى ظهرت الديانه المسيحيه في العصور القديمه. طب ظهرت في العصور القديمه، مصر احنا عارفين ان الديانه اليهوديه ثم المسيحيه ثم الاسلام. امال الدين اليهودي ظهر فين؟ ايضا ظهر في العصور القديمه. يبقى هنا كان موجود ديانتين في العصور القديمه، وجود ديانتين، المسيحيه يبقى ظهرت المسيحيه في العصور القديمه، وكانت في الديانه الايه؟ الديانه اليهوديه في العصور الايه؟ عصور قديمه. تمام؟ لكن انتشرت المسيحيه في العصور الوسطى. طيب سيطرة الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى في أوروبا على شتى نواحي الحياة. الكنيسة هي اللي كانت بتحكم في العصور الوسطى؟ يعني سيطرة البابوية على الأمور السياسية والاقتصادية في أوروبا؟ ده ظهر مفهوم جديد. مفهوم إيه؟ دخول، خلط الدين بالسياسة. المفهوم ده ظهر امتى؟ في الدولة الوسطى. امتى؟ لما سيطرت الكنيسة الكاثوليكية على أوروبا، وهم أسباب الحروب الصليبية على الشرق كانت بسبب سيطرة البابوية في أوروبا، حتى أيامها البابا أوربان الثاني. طب لما سيطرت الكنيسة الكاثوليكية على أوروبا وانتشر إيه؟ انتشر نظام اسمه نظام الإقطاع. إيه نظام الإقطاع ده يا مستر؟ نظام الإقطاع كان إن بعض النبلاء وبعض الأمراء هم الذين يتملكون الأراضي. تمام؟ يتملكون الأراضي. وكانت حياة بقية شعوب أوروبا عبارة عن جهل وفقر ومرض. طب يدل على إيه؟ يدل على أن المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى عانى من الطبقية بسبب سيطرة الكنيسة الكاثوليكية وظهور نظام الإقطاع الذي أدى إلى وجود الطبقية، طبقة غنية وطبقة فقيرة. الطبقة الفقيرة عانت من الجهل والفقر والمرض. قيام نظام الإقطاع وسيطرة الجهل والتخلف في أوروبا. عكس الكلام دوت
عكس الكلام ده ظهر فين؟ ظهر في الشرق. ظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي. يبقى الإسلام ظهر وانتشر في القرن الكام؟ في القرن السابع الميلادي، يعني في الدولة الايه؟ العصور الايه؟ عصور وسطى. يبقى كانت ظهور المسيحية في الدولة القديمة، في العصور القديمة. انتشار المسيحية في العصور الوسطى. ظهور وانتشار الإسلام في العصور الوسطى. ازدهار الحضارة العربية الإسلامية من الصين شرقا وحتى الأندلس غربا. الأندلس يعني إسبانيا والبرتغال والناس دي. إن شاء الله تبقى تدرسوا عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية في الأندلس، ده في الدولة الأموية. يبقى احنا دلوقتي العصور التاريخية قلنا العصور التاريخية بتبدأ منذ معرفة الإنسان الكتابة. المؤرخين قسموه عصور قديمة، عصور وسطى، عصور حديثة، عصور معاصرة. العصور القديمة من الألف الرابع قبل الميلاد إلى عام 476 ميلادية، يعني سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية. اللي بيميز العصور القديمة معرفة الكتابة، بناء المقابر والمعابد، الاستقرار في حياة الزراعة، الاستقرار ومعرفة الإنسان الزراعة، قيام الحضارات في الشرق، حضارة الفرعونية، حضارة بلاد الرافدين، حضارة فينيقيا، حضارة بلاد اليونان والرومان. ننتقل على العصور الوسطى. تمام؟ العصور الوسطى بتبدأ من 476 إلى 1453 منذ أن قام الفاتح الإسلامي محمد الفاتح بفتح القسطنطينية. القسطنطينية عامة اتسمت إلى الإمبراطور الروماني قسطنطين، وليها قصة مع بعضيها بعد كده يبقى نحكوها مع بعضنا في دردشة بعد. أهم ما يميز العصور الوسطى انتشار المسيحية، ظهور الإسلام وانتشاره. تمام؟ سيطرة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا على شتى نواحي الحياة في أوروبا. وكان في نظام تاني اسمه نظام الإقطاع. بسبب نظام الإقطاع انتشر الجهل والفقر والمرض في أوروبا. ظهور الإسلام والفتوحات الإسلامية. ازدهار الحضارة العربية الإسلامية من الصين شرقا إلى الأندلس غربا. عايز حد ملاحظ حاجة. الحد الفاصل بين العصور القديمة والعصور الوسطى ايه؟ يعني الحدود هنا، الحد ما بين العصور القديمة والعصور الوسطى، الحد يعني عايز الباب اللي هنتقل منه من العصور القديمة إلى العصور الوسطى. الحد هنا إيه؟ هنا سقوط، وتبدأ من سقوط. يبقى الحد الفاصل ما بين العصور القديمة والعصور الوسطى سقوط. الحد الفاصل ما بين العصور القديمة والعصور الوسطى سقوط. تمام يا باشا؟ تعال نخش على العصور الحديثة. العصور الحديثة تبدأ من فتح القسطنطينية 1453 إلى الحرب العالمية الأولى 1914. يبقى الحد الفاصل ما بين العصور الوسطى والعصور الحديثة فتح القسطنطينية إلى عام 1914 قيام الحرب العالمية الأولى. طب إيه ملامح العصور الحديثة دي؟ ظهور النهضة الأوروبية. يبقى بداية العصور الحديثة نهضة أوروبية فائت أوروبا من الغبار التي كان عليها في العصور الوسطى. تمام؟ وانتقلت في العصور الحديثة وقامت بنهضة أوروبية كانت في منتصف القرن ال13. دي مش عليكم. النهضة الأوروبية اللي حصلت في أوروبا
نهضة أوروبية علمية وصناعية وتجارية، يعني في شتى جميع النواحي. أدت النهضة ديت إلى إيه؟ إلى تحول الصناعة في أوروبا من اليدوية إلى الآلية. بقى عندهم مكن، بقى يطلعوا منتجات كتير، بقى عندهم اكتفاء ذاتي. طب عايزين يصدروا، عايزين أسواق جديدة ينشروا فيهم منتجاتهم ويبيعوا فيهم المنتجات بتاعتهم. فكروا عملوا ايه؟ عملوا حركة كشوف جغرافية. عايزين أراضي جديدة، عايزين أراضي جديدة. ليه؟ علشان نسوق المنتجات ونجيب مواد خام. فعملوا حركة الكشوف الجغرافية على يد البرتغاليين. طيب حصل ايه تاني؟ حصل ثورة صناعية. ثورة صناعية تحولها من اليدوية إلى الآلية. عندهم منتجات، طب هنصدر لمين؟ هنصدر للشعوب الفقيرة، وهنصدر للشعوب اللي عندها مواد خام. ونعمل ايه؟ نحتلها عسكريا ونحتلها اقتصاديا. يعني قامت حركة سلب للحريات. بقيام حركة الاستعمار الأوروبي، سلب حريات في قيام حركة الاستعمار الأوروبي، اللي أدى لحركة الكشوف الجغرافية والثورة الصناعية وحركة الاستعمار الأوروبي. التلاتة دول سببهم حاجة واحدة: النهضة. النهضة الأوروبية. النهضة الأوروبية. يبقى الثلاث: قيام حركة الكشوف الجغرافية، الثورة الصناعية، حركة الاستعمار الأوروبي، المتسبب فيهم النهضة الأوروبية. قامت في حركة أو في العصور الحديثة سلب للحريات في حركة الاستعمار الأوروبي. تمام؟ العصور المعاصرة دي بتبدأ من الحرب العالمية الأولى إلى الآن. يبقى الحدود الفاصلة ما بين العصور التاريخية سقوط، فتح، حرب، سقوط، فتح، حرب. سقوط ما بين الدولة القديمة، العصور القديمة والعصور الوسطى. فتح ما بين العصور الوسطى والعصور الحديثة. حرب حرب حرب. هنا حرب العالمية وهنا الحرب العالمية. سقوط، فتح، حرب، سقوط، فتح، حرب. الحدود الفاصلة. العصور الحديثة، العصور الحديثة حصلت فيها إيجابيات وسلبيات. ركز معايا. حصلت فيها إيجابيات وسلبيات، حاجات إيجابية وحاجات سلبية. إيه الحاجات الإيجابية؟ ظهور حركات التحرر والاستقلال من الاستعمار، دي حركة إيجابية. الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والاختراعات العلمية المتنوعة. هبوط الإنسان على سطح القمر واستكشاف الكواكب الأخرى، دي إيجابيات. حركات التحرر والاستقلال من الاستعمار فيها إيه؟ في هنا وجه تناقض ما بين العصور الحديثة والمعاصرة. ايه التناقض؟ قيام حركة الاستعمار
في الحديثة حركات التحرر والاستقلال، استعمار عكس الاستقلال، الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والاختراعات العلمية، جميل، إيجابيات. انتقال الإنسان من استكشاف الأرض في العصور الحديثة إلى استكشاف الفضاء في العصور المعاصرة، سماء وأرض. في العصور الحديثة استكشاف أراضي جديدة. في العصور المعاصرة خروج الإنسان من كوكب الأرض وانتقاله إلى الفضاء. طب إيه السلبيات؟ الحروب العالمية المدمرة للبشرية. الحرب العالمية الأولى دمرت البشرية، أدى إلى إيه؟ واكتشاف المفاعلات النووية أدى إلى إيه؟ تلوث البيئة. حصل إيه؟ تفشي الأمراض الخطيرة. كل دي من السلبيات، كل دي كانت من السلبيات. ولحد هنا يا باشا نكون خلصنا الدرس الأول أولى ثانوي، الأبطال أولى ثانوي. وإن شاء الله أشوفكم في الدرس الجاي. وما تنسوش أي حد عايز أي حاجة يكتبها لي في الكومنتات تحت، وهرد عليكم وعلى كل الأسئلة والاستفسارات. وإن شاء الله انتظروني في حل أسئلة الدرس الأول الحضارة والتاريخ. وأشوفكم كمان في الدرس اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.